بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف السادس الابتدائي، تعالوا نحل مع بعض المراجعة البسيطة دي اللي هتساعدنا إن شاء الله بشكل كبير جدا في حل امتحان آخر السنة لمادة الرياضيات. بيقول لي هنا: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. رقم واحد، النسبة المئوية هي نسبة حدها الثاني طبعا 100. رقم اتنين بيقول لي إذا كانت، ومديني هنا نسبتين، النسبة الأولى 3 على 8 والنسبة الثانية ب على 40، نسبتان متكافئتان. طالما نسبتان متكافئتان يبقى النسبتين دول بيساووا بعض. طيب الثمانية عشان تبقى 40 أضربها في كام؟ المفروض أضربها في 5. زي ما ضربت تحت أضرب فوق برضه في 5. طب 3 في 5 ب 15، يبقى معنى كده إن قيمة البي المفروض هتكون 15. يبقى نختار 15 ألف. فرقم 3 بيقول لي هنا متوازي مستطيلات، أبعاده هي، طبعا بنقرا من الشمال، 5 سنتيمتر و4 سنتيمتر و3 سنتيمتر، فإن حجمه يساوي نقط سنتيمتر مكعب. طبعا الطول واخد 5 اللي هو ال، والعرض اللي هو المفروض هنا 4 اللي هو دبليو واخد 4، والارتفاع اتش واخد 3. الحجم بيساوي المفروض ال في دبليو في اتش، يعني هنضرب 5 في 4 في 3 هيدينا 60. يبقى نختار ايه؟ 60 اللي هي الإجابة هتكون د. فرقم 4 بيقول لي هنا متوازي أضلاع، طول ضلع قاعدته 10 سنتيمتر وارتفاعه المناظر لها 7 سنتيمتر، فإن مساحة سطحه بتساوي كام سنتيمتر مربع؟ طيب طول الضلع بتاع القاعدة اللي هو البي واخد 10 والارتفاع اللي هو الاتش واخد 7، المساحة هتساوي طبعا طول القاعدة في الارتفاع. طيب 10 في 7 يدينا 70، وبالتالي هنختار ألف 70. رقم 5 بيقول لي للتحويل من سنتيمتر إلى متر فإننا نضرب في معامل التحويل. إيه هو؟ طبعا لما بحول من سنتيمتر إلى متر المفروض إن أنا هقسم. طيب هقسم على كام؟ المفروض هقسم على 100. هقسم على كام؟ على 100. طبعا ال 100 ملهاش مقام، المفروض بنعملها واقفة على واحد، وبالتالي المفروض إن أنا عشان أحول من سنتيمتر إلى متر همسك السنتيمتر ده كده على جنب، المفروض هضرب فيه وأعمل كسر. طالما هضرب يبقى لازم اشقلب الكسر اللي انا عامله على جنب ده، لان القسمه انا حولتها لضربه هنا على جنب، يبقى هشقلب الكسر اللي بعد القسمه، هيبقى واحد فوق و100 تحت، واحد فوق و100 تحت. طبعا هنا السنتيمتر اللي هي دي المفروض بتتكتب تحت هنا سنتيمتر، والمفروض اللي انا عايز احول اليه بيتكتب فوق. انا عايز احول لايه يا اولاد هنا؟ انا عايز المفروض احول الى متر، انا عايز احول الى متر عشان هو بيقول لي هنا من سنتيمتر إلى متر، بيتكتب فوق بقى المتر، بيتكتب فوق. يبقى 1 متر على 100 سنتيمتر، الاختيار المناسب هيكون ب 1 متر على 100 سنتيمتر. السؤال السادس بيقول لي هنا 9 من 10، عايز أحول إلى نسبة مئوية. طبعا قلنا إن إحنا لما بنحول أي حاجة إلى نسبة مئوية بضرب الحاجة دي في 100، يعني التسعة من 10 دي المفروض بضربها في 100، وبعدين بعمل علامة في المية كده من بره، وأجيب بقى حاصل الضرب اللي هو 9 من 10 في 100. طب 9 من 10 ده اللي هو 9 على 10. طيب أضرب الكلام ده في كام؟ في 100، وطبعا الكل في المية. هنطير الصفر ده مع الصفر ده، وبعدين 9 في 10 هيدينا كام؟ 90، وطبعا علامة في المية بتنزل بهذا الشكل، وبالتالي الإجابة الصحيحة هتكون 90 يا شباب، 90%. في رقم 7 دي مسألة اسمه ثبت شقلب اقلب أو نزل شقلب اقلب، يبقى 3 على 5 بتنزل زي ما هي، العلى هتبقى فيه واللي بعد العلى بنقلبه، يبقى 8 فوق و7 تحت. بعد كده بسط في بسط، مقام في مقام، 3 في 8 ب 24، و5 في 7 35، يعني 24 على 35. الإجابة هتكون ج. هنا بيقول لي أكمل رقم واحد
النسبة 42 إلى 14، بنقرأ من الشمال، بنقرأ من الشمال، تساوي كام إلى كام في أبسط صورة. هاخد الكلام ده على جنب. 42 إلى 14، والمفروض أبسط هذا الكلام. ممكن هنا أبسط على 14 على طول، يعني هقسم على ال 14، لأن ده عندنا ال 42 وال 14 بيقبلوا الاسم على ال 14. 42 على ال 14 فيها التلاتة، و14 على 14 فيها الواحد، هتبقى 3 إلى 1، يعني نكتب هنا الإجابة 3 وهنا 1. فرقم 2 بيقول لي 20% من مبلغ 400 جنيه بيساوي نقط جنيه. هنضرب 20% مضروبة في 400. الكلام ده هيساوي طبعا 20% معروف إنها 20 على 100 في 400. طيب ممكن أضيع الصفرين دول بتوع 400 مع الصفرين بتوع 100، وبعد كده هننزل الأصفار ونضرب الأرقام، يبقى الصفر بتاع 20 هينزل، و2 في 4 ب8، يبقى الإجابة هتكون 80. نيجي بعد كده للسؤال الثالث، بيقول لي المسافة بين النقطتين، بنقرأ من الشمال، 5 و9 وسالب 3 و9. طبعا بنتجاهل الواي، لأن الواي هنا واخد 9 والواي هنا واخد 9، والمفروض عشان أحسب المسافة يعني هحسب البعد بين الإكس اللي هنا اللي هو المفروض واخد 5، والإكس اللي هنا اللي هو المفروض واخد سالب 3. هلاحظ إن الإشارات بتاعة الإكسات مختلفة يا أولاد، فمعنى كده عشان أحسب المسافة ما بينهم المفروض مطلق الأول زائد مطلق الثاني، يعني مطلق 5 زائد مطلق سالب 3. الكلام ده هيساوي 5 زائد التلاتة، 5 زائد التلاتة، الكلام ده هيساوي 8 وحدة طول. يبقى نكتب الإجابة هنا كام؟ 8. طب لو كانت الإشارات زي بعض، يعني لو كان هنا موجب وهنا موجب زيه، بنطرح الكبير ناقص الصغير مش بنجمع، يبقى مطلق الكبير ناقص مطلق الصغير. طب لو كان هنا سالب وهنا سالب، نفس الكلام برضو، بنطرح مطلق الكبير ناقص مطلق الايه الصغير. خلاص، يبقى بنكتب 8 الإجابة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي مقلوب الكسر 5 على 9، المفروض 9 على 5. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا إذا كان 30% من مبلغ ما هو 60 جنيه فإن هذا المبلغ يساوي نقط جنيه. هنا بنقسم المفروض 60، هنقسم 60 على النسبة اللي هو مديهاني اللي هو 30%. 30% الكلام ده هيساوي 60 زي ما هي على ال 30 على 100. طيب ثبت شقلب اقلب، الكلام ده هيساوي ال 60 زي ما هي، العلى هتبقى فيه شقلب الكسر اللي بعد العلى اللي هو 100 على ال 30. بعد كده ممكن نضيع الصفر ده مع الصفر ده، وبعد كده ممكن نقسم الستة على التلاتة فيها الاتنين، 2 في 100 هتساوي 200، يبقى الإجابة هتكون 200، يبقى نكتب هنا 200. خلاص، أو ممكن لو إحنا مسموح لينا بالآلة ممكن نجيب الآلة. تمام، وبعد كده هنقسم بقى 60 على 30%، آدي 60 على 30، وبعدين أدوس شيفت القوس ده فوقيه علامة المية. طبعا 60 على 30% ونكتب يساوي، هيطلع 200. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا 6 كيلو جرام بيساوي 6 في كام على كام. طبعا لما باجي المفروض بحول من كيلو جرام إلى جرام، المفروض بضرب في 1000، بضرب في 1000. خلاص، يبقى أنا المفروض أكتب 1000 فوق، والمفروض أنا عايز أحول
إلى الكيلوجرام، يبقى تحت المفروض بنكتب إيه الواحد، وبالتالي المفروض هنضرب بقى 6 في 1000 ب 6000 جرام. السؤال السابع بيقول لي معين طول ضلعه 10 سنتيمتر وارتفاعه 7، فإن مساحة سطحه بتساوي نقط سنتيمتر مربع. المعين القانون بتاع المساحة بتاعه A بتساوي B في H، اللي هو طول ضلعه في ارتفاعه، يعني 10 في 7. 10 في 7 بكام يا شباب؟ 10 في 7 ب 70. فرقم 8 بيقول لي مساحة سطح المثلث ABC المرسوم في الشكل المقابل بيساوي نقط سنتيمتر مربع. زي ما انتم شايفين ده المثلث اهو، واضح ان القاعدة هنا واخدة 10 والارتفاع واخد 7، يعني المفروض المساحة A بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع، يبقى نص في 10 في 7. طب نص العشرة كام؟ 5. 5 في 7 يدينا 35، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون 35. بعد كده بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. فرقم واحد بيقول لي أي من الجمل الآتية تعبر عن معدل الوحدة. معدل الوحدة بتبقى نسبة حدها الثاني اللي هو الوحدة. واضح إن هنا في رقم ب دي كده بتمثل، أو الجملة دي بتمثل معدل وحدة، لأن هو بيقول لي 80 كيلومتر في الساعة. الساعة هنا مفرد، يعني بيعبر عن معدل وحدة، لأن الحد الثاني هيبقى ساعة واحدة. طيب في رقم اتنين دي مسألة اسمها واحد صحيح و44 جزء من 100 على واحد صحيح و2 جزء من 10. المفروض ان انا المقسوم عليه بيكون عدد صحيح، وبالتالي المسألة دي محتاجة تتظبط. يعني واحد صحيح و44 هقسمها على واحد صحيح و2 من 10. انا عندي هنا كم عدد عشري تحت؟ عندي عدد عشري واحد، وبالتالي هنا المفروض بضرب فوق في 10 وتحت بضرب في 10، عشان المفروض المقسوم عليه بيبقى عدد صحيح. طب لما بضرب في 10 العلامة بتتحرك في اتجاه اليمين خانة واحدة، هيبقى 14 صحيح و4 من 10، وتحت العلامة هتتحرك خانة واحدة في اتجاه اليمين، هتبقى 12 لأن العلامة هتسقط. بعد كده بعمل علامة القسمة المطولة بهذا الشكل. بنكتب بقى المقسوم اللي هو 14 و4 من 10 في المكان ده، المقسوم عليه اللي هو ال 12 في المكان ده، وبنزل بقى بجدول الضرب بهذا الشكل. ولما باجي اقسم من الشمال، اول عدد في الشمال بيقابلني اللي هو الواحد. الواحد مش هيغطي ال 12، يبقى هضم الاربعه عليه، هتبقى 14 هتغطي ال 12 وزياده. انزل بقى بالجدول بتاعك، هنا واحد وهنا اثنين وهنا ثلاثه، كفايه ثلاثه. طيب واحد في 12 ب 12، 2 في 12 ب 24. طيب 24 اكبر من 14، هنرجع للي قبله ونعمل مربع كده صغير، الصغير فوق اللي هو الواحد والكبير تحت اللي هو ال 12، ونطرح. اطرح يدينا 2. ايه اللي عليه الدور ينزل، بس في علامه عشريه ارفعها فوق. ايه اللي عليه الدور ينزل اللي هو 4، هتبقى 24. واضح ان دي اللي هي 2 في 12 ب 24، الصغير فوق والكبير تحت 24. جر خط اطرح هيدينا اصفار، يبقى خارج القسمه طلع فوق هنا واحد صحيح و2 من 10 اللي هي ج. في رقم 3 بيقول لي النسبة المئوية التي تكافئ الكسر الاعتيادي 11 على 20 هي كام في المية؟ عشان أجيب النسبة المئوية لأي حاجة بمسك الحاجة دي أضربها في 100، الكل في المية يبقى 11 على 20. 11 على 20 هضربها في 100، الكل في المية. ممكن نضربها بالآلة لو معانا آلة، أو ممكن نعملها بالخطوات. يعني 5 في 11 ب 55، يبقى 55%. يبقى الإجابة الصحيحة هتكون 55. هنختار ب. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا 2 جزء من 10 في 3 صحيح و4 جزء من 10. هنضرب وبعد كده هنحط العلامة بعد ما نضرب. طيب الاثنين دي هنضربها مرة في الأربعة ومرة في الثلاثة. 2 في 4 ب 8، 2 في 3 ب 6،
عندي هنا عدد عشري واحد وعندي هنا عدد عشري واحد الناحية التانية، يبقى عددين عشريين، وبالتالي لما اجي احط العلامة العشرية هسيب الثمانية والستة وبعدين احط العلامة العشرية وصفر، وبالتالي الإجابة الصحيحة هتكون 68 جزء من 100، يعني الإجابة هتكون رقم ألف. فرقم 5 بيقول لي انعكاس النقطة، بنقرأ من الشمال خلي بالك، سالب 2 و5 على محور إكس هي، ومديني الفراغين دول. طيب المفروض إن الزوج المرتب ده الإحداثي إكس وده الإحداثي واي. لما باجي أعمل انعكاس في محور إكس بثبت الإكس وشقلب إشارة الواي، ولما باجي أعمل انعكاس في محور واي أو على محور واي هثبت الإحداثي واي وشقلب إشارة العدد اللي بيمثل الإكس. خلاص احنا هنا هنثبت السالب 2 هتنزل سالب 2 زي ما هي، ونشقلب الواي هي موجب 5 حضرتك هتخليها لي سالب 5، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون ألف سالب 2 وسالب 5. فرقم 6 بيقول لي المساحة الكلية لمكعب طول حرفه 3 سنتيمتر. طبعا المساحة الكلية بتاعة المكعب المفروض طول الحرف في نفسه في 6، يعني 3 في 3 في 6. طب تعالى نحسب الحسبة دي على جنب، 3 في 3 في 6. طب 3 في 3 بتسعة، 9 في 6 المفروض 54، يبقى نختار الإجابة رقم ج 54، يعني 6 في 9 ب 54. فصل به 15 ولد و25 بنت، فإن نسبة عدد البنات إلى عدد تلاميذ الفصل كله. طيب مسألة زي كده بنعملها إزاي يا شباب؟ هكتب كده من الشمال بنات بنات، ونعمل النقطتين بتوع النسبة، واكتب الفصل كله، هو عايز الفصل. طب البنات كانوا 25، اكتب تحت البنات 25. طيب الفصل كله فيه ولاد وبنات، الولاد 15 والبنات 25 اجمعهم لي فيديك 40، فهنكتب تحت الفصل 40. بسط الكلام ده هنقسم على كام؟ على 5. طيب 25 على الخمسة فيها الخمسة، و40 على الخمسة فيها الثمانية، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون ج اللي هي 5 إلى 8. طيب بعد كده بيقول لي أوجد مساحة شبه المنحرف في الشكل المقابل، ومديني شبه منحرف بهذا الشكل. هلاحظ إن في ضلع قصير، دول النقطتين بتوع القطعة المستقيمة بتاعة الضلع القصير. طيب أنا هنزل ب يعني خط كده يكون عمودي على القاعدة، بحيث إن أنا هقسم الشكل إلى شكلين أو جزئين، مثلث ومستطيل، وأحسب مساحة المثلث وأحسب مساحة المستطيل. تعالوا نحسب مع بعض مساحة المثلث. طيب مساحة المثلث بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع. طيب القاعدة هنا عندي 1 2 3 4، يبقى هيبقى نص في 4، والارتفاع برضو 1 2 3 4، يبقى نص في 4 في 4 الكلام ده هيساوي 8 وحدة مساحة. بعد كده هنحسب مساحة المستطيل. مساحة المستطيل، طب مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض. طب الطول 4 والعرض 3، يبقى 4 في 3، 4 في 3 هتساوي 12، 12 وحدة مساحة. المساحة الكلية بقى بنجمع، المساحة الكلية بنجمع كله، بنجمع 8 اللي هو المثلث زائد ال 12. ال 8 زائد ال 12 هيدينا كام؟ هيدينا 20 وحدة ايه؟ وحدة مساحة. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا الجدول المقابل يبين أن ثمن 4 أقلام، الجدول المقابل يبين أن ثمن 4 أقلام هو 20 جنيه. ألف ما عدد الأقلام إم الذي يتم أو التي يتم شراؤها بمبلغ 60 جنيه، ب بكم جنيها كي نشتري 8 أقلام من نفس النوع. طيب تعالوا يا شباب كده نبص في الجدول عشان أجيب الإم دي اللي موجودة عندي. هنعمل كسرين بيساوي بعض،
بهذا الشكل. أنا عندي هنا فوق 4 وتحت 20، هنكتب 4 فوق 20 تحت، وهنا عندي فوق في ام وتحت في 60، ادي هنا ام وهنا 60. طيب ال 20 هنا ادتني 60، يعني ضربنا في 3، ضربنا في 3، يبقى لازم اضرب فوق في 3. يبقى معنى كده الام هتساوي 3 في 4، المفروض هيساوي كام؟ 12. كده حلينا رقم ألف. رقم ألف. طيب في رقم ب بقى عايز قيمة الكي. بص كده في الجدول برضو نفس الكلام، عشان نحل ب هنعمل برضو كسرين. المفروض الكسرين بيساووا بعض. الكسر الأول هيبقى برضو 4 على 20، والناحية التانية هيبقى التمانية فوق والكي هي اللي تحت المرة دي. الأربعة بقت 8، يعني ضربنا في 2، زي ما ضربت فوق أضرب تحت في 2 برضو. يبقى معنى كده إن الكي هتساوي 20 في 2، اللي هي بتساوي كام؟ 40. يبقى كده احنا حلينا دي رقم ب. وطبعا في طرق مختلفة للحل. انت ممكن هتقول لي حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، وبعدين تجيب بقى الام وتجيب الكي برضو زيها. بعد كده يا شباب بيقول لي هنا يريد احمد توزيع يبقى اسم على طول، اول ما تشوف كلمة توزيع يبقى اسمها. توزيع 21 كيلو جرام من السكر على اكياس بالتساوي، بحيث تكون كتلة كل كيس 3/4 كيلو جرامات، فما عدد الأكياس اللازمة لذلك. هنقسم. يبقى عدد الأكياس هنقسم 21 على 3/4 أو 3 على الأربعة. الكلام ده هيساوي ال 21 هتنزل زي ما هي، والعلى هتبقى فيه شقلب الكسر اللي بعد العلى هيبقى 4 على 3. الكلام ده هيساوي اقسم 21 على الثلاثة يطلع 7، واضرب بقى 7 في 4 يدينا 28. 28 كيس. السؤال اللي بعده مدينا هنا حدد النقاط A اللي هي 3 و2، B سالب 1 و2، C سالب 1 وسالب 3. طبعا لما بنيجي نقرأ النقطة بنقرأ من الشمال. والدي 3 وسالب 3 على مستوى الإحداثيات، ثم صل بينها بالترتيب. ما اسم الشكل المرسوم؟ طبعا مدينا هنا بقى المستوى الإحداثي، مدينا المحور X والمحور Y زي ما انتم شايفين. تعالوا نكتب ال A ودي ال B، هننقلهم بس قصادنا عشان يبقوا قصادنا، والسي والدي. الاي 3 و2، البي سالب 1 و2، السي سالب 1 سالب 3، الدي 3 وسالب 3. بعد كده يا شباب بنرسم في المستوى الإحداثي بقى زي ما انتم شايفين كده. عايزين نرسم ايه؟ طبعا ده كده اكس وده واي. الاكس هنا واخد 3 والواي واخد 2. بدور على الثلاثة بتاع الاكس فين هو؟ ده الثلاثة بتاع الاكس اهو، وبعدين 2، يبقى هطلع لغاية الدور الثاني كده واعمل نقطة واسميها ايه. اسميها ايه. يبقى كده دي ايه. طيب البي سالب 1 و2، السالب 1 ده عبارة عن اكس والاثنين ده عبارة عن واي. بدور على السالب 1 بتاع الاكس، والواي واخد 2، يبقى هطلع لغايه الدور الثاني كده واعمل النقطه واسميها بي. طيب السي نفس الكلام، الاكس واخد سالب 1 والواي واخد سالب 3. هدور على السالب 1 بتاع الاكس، وبعد كده سالب 3، يبقى هنزل لغايه الدور الثالث بس من تحت. دي كده سي. بعد كده الدي المفروض الاكس وده الواي سالب، هيبقى 3 قصدي، هيبقى 3 وسالب 3، يبقى الاكس واخد 3
وسالب 3 يبقى هنزل لغاية الدور الثالث بس من تحت سي. أوصل بقى بالمسطرة الأربع نقط دول بهذا الشكل. وبعد كده بيقول لي في السؤال ما اسم الشكل المرسوم؟ طبعا هقول له اسم الشكل مستطيل. وبكده نكون خلصنا المراجعة البسيطة دي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.